بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في درس جديد من دروس تعليم الفوتوشوب بالتطبيق العملي. النهارده هنتعلم ازاي نعمل دمج للصورة او اللي هو الفوتو مانيبيوليشن باستخدام برنامج الفوتوشوب. قبل ما نبدأ الدرس، لو انت مش مشترك في القناة انزل اشترك دلوقتي وفعل الجرس وما تنساش تعمل لايك للفيديو. انا محمد مجدي من قناة مستر بروميس. يلا بينا نبدأ الدرس. اول حاجة هنعملها هنفتح ملف جديد عن طريق فايل وبعدين نيو، وهنبدأ نكتب مقاس الصفحة اللي احنا هنعملها. هنخليها 1920 في 1080 بكسل، وهنخلي الريزولوشن 300 والكالر مود هنخليه RGB، وبعدين هنقول كرييت. اول حاجة هنعملها هنضغط على علامة القفل دي عشان نفتح الباك جراوند، وبعدين هنضغط عليها مرتين هيفتح لنا اللاير ستايل بتاعها. هنختار جريدينت اوفرلاي، بعدين هنبدأ نغير الالوان من هنا. هنختار اول لون ده هنعمله ازرق مثلا، وهنعمل اللون الاخير ده هيبقى زيه برضو، هنضغط عليه برضو كده، وهنخلي لون في النص هنا هنعمله ابيض، وبعدين هقول اوكي. هخلي الزاوية دي هنخليها 180، وبعدين هقول اضغط اوكي. بعد كده هجيب الصورة اللي انا هستخدمها، صورة هنسحبها ونحطها في البرنامج كده. هسيب لكم الرابط في الصور المستخدمة في الديسكريبشن. بعد كده هنصغرها، وبعدين هندوس على علامة الصح دي. هنبدأ نعمل لها تأثير من تحت، نعمل لها ظل. هنبدأ بعد كده هنجيب الفرشة ونعمل لاير جديدة كده، وبعدين هنختار اللون الاسود، نكبر حجم الفرشة شوية كده، هنضغط في اي حتة بحيث ان احنا نعمل سبوت او سبلاش كده. ممكن كمان مرة كده بقت عمل لي لاير جديدة. هناخد اللاير دي ونخليها تحت الصورة اللي احنا عملناها، نسحبها ننزلها تحت، وبعدين هنعمل لها ترانسفورم كنترول زائد تي، وهنسحبها كده ونبدأ نكبرها من الجنب كده، ونصغر من هنا شوية، وهنسحبها نخليها تحت البرتقانة كده، نصغرها شوية كده، نخليها مثلا نظبطها بحيث ان احنا على قد ما نقدر تكون مظبوطة على الشكل بتاع الصورة كده مثلا. وهناخدها كوبي او هنكررها عن طريق ان احنا بنضغط على كليك يمين وبعدين دبليكيت لاير، او ممكن نضغط على الت في الكيبورد فالسهم بيتحول كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بنضغط عليها ونسحبها كده بحيث ان احنا ناخد كوبي. ممكن نخليها هنا كده نكررها شوية بس، ممكن نكبرها سنة صغيرة. لو احنا شايفين انها تقيلة او غامقة اوي زيادة، ممكن نقلل الاوباسيتي بتاعها، بنخليها مثلا 70 مثلا، وبرضو دي هنخليها 70 بس كده. بعد كده هنيجي للصورة دي هنبدأ نقص الجزء اللي فيه ده عن طريق ان احنا هنجيب الأداة دي اللي هي لاسو تول، وهنبدأ نحدد. هنضغط على اللاير دي، نبدأ نحدد كده، نرسم كأننا بنرسم على الصورة. وبعدين نروح لأول نقطة بدأنا منها كده كده، عمل لي سيلكشن على الجزء ده. هبدأ ان انا اضغط على الصورة كليك يمين واعمل لها ريسترايز لاير بحيث ان انا افتحها، لانها هي كانت معمولة سمارت اوبجكت فانا مقدرش اتحكم فيها، لازم اعمل لها ريسترايز. بعد كده هعمل باك سبيس او هعمل ديليت للجزء اللي انا عملت له سيلكشن ده، وبعدين هدوس على اي حته في اي حته في الصفحه بحيث ان انا اعمل سيلكشن. هبدا اجيب الجزء الثاني، الصوره الثانيه دي نسحبها ونحطها برضو كده. هنبدا نعمل لها ترانسفورم او روتيت داخل الصوره كده، وبعدين نضغط على علامه الصح وننزلها تحت اللاير دي، خليها هي ورا. وبعدين هنبدأ ان احنا نعمل لها ترانسفورم تاني،
كده، هنعملها روتيت كده. ممكن نخلي الجزء ده هو اللي موجود الناحية التانية هنا عن طريق ان احنا نضغط كليك يمين وبعدين فليب هوريزونتال، وبعدين هنرجع نلفها تاني كده. هنعملها برضو بحيث ان احنا نشوف تكون شكلها مناسب وما تكونش شكلها يعني اوفر زيادة. فبعد كده هنضغط على كليك يمين عليها وهنختار وارب. الدرس اللي فات في درس من الدروس انا شرحت فيها القائمة بتاعة ترانسفورم دي كلها، هسيب لكم اللينك فوق في التاب اللي بيطلع فوق. الدرس كان بيشرح كل حاجة خاصة بالترانسفورم ومن ضمنهم الوارب اللي احنا هنستخدمها دلوقتي. فهندوس على وارب دي وهنبدأ نعمل وارب للصورة كده. بنحس ان هو هنعملها بشكل يكون مناسب برضو كده مثلا. وبعد كده هضغط على علامة الصح دي وابدأ اشيل الجزء الزيادة اللي هو خارج ده عن طريق البين تول او القص. هنيجي للبين تول كده نضغط عليها وبعدين هنضغط برضو على الصورة دي، هي دي الصورة كسمارت اوبجكت، هنضغط عليها كليك يمين ونخليها ريسترايز لاير عشان نفكها كده. طبعا انا بضغط عن طريق النقط كده وبعدين هحدد الجزء الخارجي. طبعا ده كل ده بحدد بطريقة عشوائية يعني بحيث ان انا امسح الجزء الخارجي ده. بعد ما قفلت الرسم كده البين تول هبدأ اضغط عليها كليك يمين وبعدين اعمل ميك سيلكشن، او ممكن اضغط كنترول زائد انتر من الكيبورد هيعمل لي سيلكشن كده. بضغط على اللاير دي وبعدين اعمل باك سبيس او ديليت بحيث ان انا امسح الجزء الزيادة ده كده. انا ضغطت على ديليت. هبدأ اعمل زي ما هي كده، هبدأ اعمل لاير جديدة فوقيها كده. وبعدين هجيب الفرشة وهخلي اللون برضو يكون اسود، هصغر حجم الفرشة شوية مثلا كده. وبعدين هقلل الاوباسيتي هنخليها مثلا 30%، وهنبدأ نعمل زي ظل داخلي كده على الصورة كده. طبعا الرسم اللي انا برسمه يعتبر يدوي، يعني ممكن ما يطلعش اظبط حاجة، انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اطلعه بشكل كويس يعني كده لحد ما اخلص هنا كده مثلا. لا هي دي ممكن نصغر فيها الفرشة شوية وبعدين نعمل كده. هيطلع لنا الشكل بالمنظر ده كده. طبعا هو مش احسن حاجة بس انا برضو عشان وقت الفيديو بحاول ان انا اعمله بطريقة سريعة. بعد كده هجيب الصورة اللي هي عندي هنا دي اسحبها برضو كده وبعدين ادخلها في البرنامج واصغرها شوية كده. ممكن اقلبها الناحية التانية عن طريق ان انا بضغط كليك يمين وبعدين فليب هوريزونتال وابدأ ان انا اعمل لها ترانسفورم في الشكل هنا كده. انا طبعا بتحكم فيها لحد ما بحس انها هتبقى مناسبة وماشية مع التصميم اللي انا بعمله. يعني مثلا ممكن نخليها كده، نعمل لها روتيت سنة وبعدين نضغط على علامة الصح دي ونرفع اللاير دي نخليها فوق خالص كده. ونبدأ ان احنا نغير اللون بتاعها بحيث ان هو يمشي مع اللون بتاع الصورة. هنضغط عليها وبعدين هنضغط على الادجستمنت ونختار هيو ساتوريشن، هيعمل لنا هيو ساتوريشن كده. هنضغط على الت وهندخل المود او الافكت ده في اللاير دي بس. لو انا سبته كده، لو انا غيرت اي حاجة هيغير في التصميم كله، هيغير الوان في التصميم كلها. فانا بعمل الت وادخله في اللاير دي بس بحيث ان هو هيغير لي اللون في اللاير اللي هي بتاعت المايه دي بس. هنضغط عليها مرتين تاني عشان نفتح القائمة ونبدأ نقلل الساتوريشن بحيث ان هو نوصل لدرجة من اللون تمشي مع اللون اللي احنا شغالين بيه. يعني مثلا هي كانت كده، هنبدأ نقلل كده ونخليها مثلا كده. بعد كده هنعمل لها ريسترايز، نضغط عليها كليك يمين وبعدين ريسترايز لاير بحيث ان احنا نقدر نمسحها او نتحكم فيها. هنجيب الاستيكة كده وبعدين هنبدأ نمسح
الاجزاء اللي هي الزيادة دي وندخلها بطريقة سموز او بطريقة كده تحس انها داخلة جوه الصورة. ممكن نرفعها فوق سنة كده مثلا، وبعدين هنمسح الجزء الزيادة من الصورة الخلفية، هنضغط عليها على اللاير دي كده، وبعدين هنجيب الاستيكة ونمسح الجزء ده كده بس كده. بعد كده ممكن نعمل حاجة، الصورة اللي احنا زودناها دي ممكن نعمل لها المود بتاعها. انا هعملها اللي هي الأخيرة. بعد كده هجيب الصورة اللي هي موجودة عندي برضو هنا دي مثلا، وبعدين اسحبها وادخلها برضو في البرنامج كده واعمل لها ترانسفورم، اصغر حجمها كده، وبعدين اضغط على علامة الصح دي وارفع اللاير دي كده، اصغرها كده عن طريق ان انا بعمل لها ترانسفورم، وبعدين اغير المود بتاعها نخليها مالتيبلاي كده، وممكن نزود لها شادو او الظل او المسقط بتاع الظل بتاعها عن طريق ان احنا بنعمل لاير جديدة. هنضغط هنا وبعدين نعمل لاير جديدة، وهنجيب الفرشة ونعمل برضو الخطوة اللي احنا عملناها في الاول اللي هي السبوت او السبلاش اللي احنا بنعمله هنا، وبعدين هنضغط مثلا كده مرة. طبعا هي خفيفة كده عشان الاوباسيتي معمول 30%، ممكن انا ارجع كده واخلي الاوباسيتي مثلا 70%، وبعدين اضغط كده عمل الشكل ده. ابدا ان انا اعمل له ترانسفورم عن طريق ان انا بضغط كنترول زائد تي، او عن طريق قائمه اديت اللي هي ترانسفورم دي. القائمه دي كلها انا شرحتها، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع الترانسفورم في الديسكريبشن. نضغط عليها كده وبعدين هنبدا نصغرها كده، نبدا نتحكم فيها كده. ممكن نقلل الاوباسيتي بتاعها نخليها مثلا 50%. وبكده يكون الدرس خلص. اتمنى يكون سهل وبسيط وتكون استفدت منه. فاضل خطوة واحدة ان احنا نقدر نحفظ الصورة. هنيجي عند فايل وبعدين هنعمل اكسبورت وسيف فور ويب. الاكسبورت وبعدين سيف فور ويب ده عشان احفظ الصورة ان انا ارفعها على فيسبوك او سوشيال ميديا بحيث ان يفضل محتفظ بالجودة بتاعة الصورة. وممكن اعمل لها عادي خالص جدا سيف از، وبعد كده بختار جي كأنها صورة عادية وبس كده. انا هحفظها سيف فور ويب او هعمل لها اكسبورت كده وبعدين سيف فور ويب. هبدأ اختار من هنا PNG 24 دي، وبعد كده هقول له سيف، وبعدين اقول له سيف، اضغط اوكي. حفظت الصورة واقدر استخدمها على الفيس او هستخدمها في اي حتة. كده يكون الدرس خلص. لو انت مش مشترك في القناة انزل دلوقتي واشترك واعمل لايك للفيديو، ومتنساش تفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. انا محمد مجدي، السلام عليكم ورحمة الله.